بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. فيديو قصير عن حاجة اسمها طبقات والضيف الله. والضيف الله رجل سوداني، أطلقت قبيلة سموها الضيف الله. وطبعا السودانيين بيسموا آب، شهيناب، سروراب. يمكن يكون عندنا علاقة بالكمبيوتر، بالابس بتاعت واتساب، ولا هم جابوها من حتة تانية. المهم والضيف الله ده كتب كتاب كبير جدا، يتكتب على جلود وعلى اوراق تخينه وكده، وكتب فيه عن السودان بتصنيفات تتعلق بالابجديه. يعني تلقى شيخ الادريسي يكتب عن ادريس ده في حرف الالف، فكل زول يبتدي باسمه. اتكتب عن قبائل السودان وعن اللهجات العامية، وكان كتاب حاوي شامل، ويعتبر من الكتب المهمة جدا، لأنه من الكتب القليلة جدا اللي أرخت للثقافة السودانية، لأن السودانيين عادة ما بيكتبوا، عشان كده بنحاول نقول عنه. كتب عن الشيخ الإدريسي قصة طويلة أحب أحكيها لكم. يقال إنه الناس اختلفوا في عهده عن مسألة التدخين، هل التدخين حلال ولا حرام؟ فمشوا للشيخ إدريس ود الأرباب سألوه، قال لهم والله أنا ما عارف، لكن أسأل الشيخ محمد. ما لقوا الجماعة قالوا يا أخوانا ولا أنا دخرف ولا شنو؟ الشيخ محمد ده مات له 100 سنة، نسأله كيف؟ قاموا رجعوا لي قال لي يا مولانا شيخ محمد ده مات له 100 سنة، فنتكلم عنه ونسأله كيف؟ قال لهم والله أنا ما بعرف، أنتوا سألتوني وأنا وريتكم الإجابة، لو دارين أمشوا للشيخ محمد كان أسأله. فالجماعه قالوا ناخذ الكلام كده ومشوا القبر بتاع الشيخ محمد، سالوه يا شيخ محمد التدخين حلال ولا حرام؟ فتح القبر كده وقال لين حرام، وقفل القبر تاني وقعد. فدي حتى يوسف فضل علق على طبقات وضيف الله قال دي من سبيل الكرامات، وما عندنا تعليق عليها، ناخذها زي على علات. المهم رجعوا للشيخ ادريس ود الارباب قال لي يا اخي افتينا فتوى واضحه، الكلام ده ما مقبول. فقام قال لهم خلاص، قام جاب واحد من الحيران اسمه ود عنقريب، قال لهم في مصر الازهر الشريف اسال الشيوخ اللي هناك قول لنا التدخين حلال ولا حرام. ود عنقريب مشى بدرب ال40 شبه الجمال وشبه الحمير وشبه كرعينه 40 يوم طبعا، ووصل مصر. وفعلا مشى الازهر الشريف وقعد، وكان تعبان جدا ووسخان وحالته بالبلة، قاعد في الركن كده منتظر تجي فرصة عشان يسأل الشيخ الموجود. الشيخة كانت في الأزهر نبطشية، بيكون في شيخ نبطشي لمدة أسبوع، والشيخ اللي كان قاعد اسمه علي الأجهوري، كان بيفتي للناس وبيشرح وبيدرس. فحصل له خلاف مع واحد من الناس اللي كانوا بيدرسوا قبلها. ود عنقريب قال له أتيحت لود عنقريب فرصة يسأل الشيخ علي الأجهوري، فبدأ بالطريقة بتاعتنا. قام قال له أبويا الشيخ إدريس ود الأرباب بيغريك السلام، وقال لك هو شاف النبي صلى الله عليه وسلم في المنام قال له التدخين حرام. قام علي الأجهوري ضحك عليه وقال له روح يا ابني، هو شيخك ده صحابي عشان يجيو النبي صلى الله عليه وسلم في المنام؟ وقاموا الناس ضحكوا عليه ولد عنقريب، ولد عنقريب حصل حس بحرج شديد جدا وقعد زعلان، وقال يا ابوي الشيخ ادريس ود الارباب لو صح ان انت شيخ يتبين لي في الراجل ده. وفعلا الراجل واصل في فتواته، اختلف له مع واحد يمني، قام اليمني لقطه بعكاز في راسه، كسر له راسه، شالوه ودوه المستشفى، عملوا له عمليه تربنه، ودخل في البنك. ولما انسحب من البنك قال لهم في واحد اسمه ود عنقريب قاعد في ركن الجامع امشي جيبه. لما جاء جوه لقوه قال له جابوه له، قال له صحيح شيخك، صح شيخك شاف النبي، لانه انا النبي يعني في المنام اثناء البنك وقال لي ايود احدكم ان يبعث وفي فمه مذمار من نار؟ روح لشيخك قول له كلامك صحيح، وودي له الهديه دي، ودي له نحاس وحرير وصولجان ونوبه وشاله وجا بها السودان والعنقريب وسلمها للشيخ ادريس ود الارباب. وكان الوقت ده في افتتاحات، وقام عمل طريقه سماها الطريقه الاجهوريه، ولليله ولبكره بدقوا النوبه بتاعتها في يوم المحدد،
وبيعملوا احتفال، واستمرت طريقة صوفية اسمها الأجهورية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.